السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا غالية عبد الدايم. هعمل معاكم طحال. هنجيب حلة ويبقى فيها مية مغلية. بعد كده هنحط فيها الطحال. طبعا الطحال اللي انا كنت جايباه كبير، فتدوسي عليه، تضغطي عليه بالمعلقة كده بالراحة علشان ما يتقطعش في المية المغلية. مية مغلية مش محطوط فيها اي حاجة، مش ضايفة فيها اي حاجة. بعد كده اخد غلوتين وتطلعي بره دي وتشد الجلد بالراحه، القشره اللي بره. ممكن تحطيه في ميه ساقعه، اول ما تخرجيه تشال معاكي برضو بسهوله. انا سبته ما يبرد وبعد كده خرجت القشره. بعد كده جبت ميه نضيفه خالص، حطيت فيها بصل وفلفل اسود، ملح، زيها زي الشوربه، ورق لوري وحبهان، نفس بهارات الشوربه بالظبط، ومعلقه توم او نص معلقه توم مفروم. بعد كده بعد ما قشرنا القشرة الخارجية وخليناه نضيف جدا، هنحطه في المية اللي فيها بهارات عشان يتسلق، وبياخد وقت من نص ساعة لساعة. بعد ساعة خرجته، وبعدين جبت طاسة حطيت فيها زيت وتوم مفروم، زي يعتبر كأنك بتعملي كبدة. طبعا الحاجات دي بتحب التوم كتير. ملح، كمون، هنضيف كزبرة خضرا كمان، كزبرة قصدي ناعمة. يبقى كمون وملح وكزبرة ناعمة وتوم، تقلبيه تقلبتين بس، احنا مش عايزينه يتحمر. بتكوني حضرتي الطحال هنا اهو، تقلبتين بس كده للثوم، مش تحمير. هنضيف عليه الفلفل الاخضر، وسلام بقى لو حامي سبايسي بيبقى طعمه خطير. انا طبعا الطحال بعد ما سلقته قطعته شرايح، بس قطعته بالمقص، وللاسف اللقطه دي اتحذفت مني. هنا وانا عملت البهارات والثوم والفلفل تقلبتين كده. بعد كده هحط عليه الطحال المستوي. اسهل لكم يا بنات تعملوه بالمقص، قطع كده شرايح، اسهل من السكينة بكتير. هنحمره في التشكيلة اللي احنا عملناها دي. بجد الطريقة دي طلعت تحفة، طعمه خطير. اهم حاجة بس وانتي بتسلقيه تخلي بالك بس لا يتقطع منك او حاجة، ولو اتقطع ممكن تخيطيه، بيتخيط عادي بالابرة والخيط. بتجيبي الجلد وبتخيطيه ببعضه. بعد كده تسلقيه. حطينا معلقة خل وليمون، عصير ليمونة. بص شكله خطير ازاي.